يلا بينا نعمل وصفة حلوة قوي قوي للسلايدرز جديدة، هتعجبكم جدا لما تجربوها. هي عموما السلايدرز بتبقى حلوة قوي للتجمعات العائلية اللي بنبقى عايزين ناخد فيها قطع صغيرة من سندوتشات، يعني زي ما بيقولوا كده زمان كانوا بيعملوا غداوة. هي سهلة جدا السلايدرز. يلا بينا على الطريقة والمقادير. عايزين كوباية مية دافية، هنحط عليها معلقتين سكر، معلقة خميرة مليانة صغيرة، نقلبهم كويس وبعد كده نسيبهم 10 دقايق على جنب. في بولة هنحط 3 كوبايات دقيق ورشة ملح، عليهم بضاية، ونصب المية اللي بالخميرة، معلقتين كبار زيت. هنقلب كل ده مع بعضه ونعجن كويس كويس لغاية اما الدقيق يبدأ يدوب. هتبقى ستيكي في البداية، ممكن نزود معلقة سمنة. بعد ما تلم خالص العجينة نروح عامل لها كفر كده من بره بالزيت، وبعد كده اسيبها من 2 ل3 عشان البرد. احنا برضو دلوقتي العجينة بتخمر في وقت اطول. بعد كده نروح مقسمين العجينة بتاعتنا على كور. انا كنت عاملة الكورة تقريبا حوالي 100 جرام، ممكن تصغروها تبقى 75، بس هي 100 جرام دي كانت مدياني شكل كويس. بعد كده عملتها كور كده وقفلتها كويس من تحت، وسبتها في صينية مدهونة زيت 2 تاني لغاية ما تخمر تماما تبقى بالشكل ده. وبعد كده دهنت وشها بزبدة دافية، رحت مدخلها الفرن لمدة 20 دقيقة ل27 دقيقة. درجة حرارة الفرن كانت 180 لغاية ما وشها يحمر. رحت مطلعاها هتبقى بالشكل ده. بعد كده رحت قاسمه السلايدرز بتاعتي نصين. النص الاولاني حطيت عليه زيت ورحت مدخلاه الفرن على الشوايه لغايه ما وشها يحمر بالشكل ده. بعد كده رحت حاطه عليها صوص كاتشب ومايونيز ومستردة، دهنته على الوش ده. وبعد كده رحت مقطعه كابوتشي ورحت حاطاه عليها، وترنشات طماطم ورحت رصها برضو، وكمان ترنشات بصل. ممكن تحطوا الخضار اللي انتوا بتحبوه. وبعد كده رصيت البانيه بالشكل ده، وكان عندي خيار مخلل قطعته برضو ترانشات رفيعة. والوش اللي فوق بعد ما حمرته هو كمان تحت الشواية حطيت عليه صوص نيويورك. ممكن تغيروا الصوص ويبقى اي حاجة. وبعد كده رحت مقسمة السلايدرز على 6 قطع، ممكن تصغروا القطع كمان عن كده. هتعجبكم جدا جدا جدا، وسهلة هي اصلا الاكلة دي، وبتنفع جدا في التجمعات العائلية بس. وهتطلع لنا بالشكل ده وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رأيكم فيها لما تجربوها، وتعملوا لنا سبسكرايب.